أهلا يا بويز. أنا الثلاجة، أشهر قناة يوتيوب في هذا العالم، وقد عدت إليكم اليوم بعد غياب طويل جدا، محملا بالكثير من الميمز الرائعة مستخرجة من قبو عم الزغومر، ذاك الرجل الذي يأكل الفريط والأوملة بالمسمار. يا للرعب، يا للهول، يا للحدثات المتقدمة. أعلم أنكم اشتقتم إلي كثيرا يا بويز، وأنا أعتذر، لقد كنت غائبا لفترة طويلة جدا، وسوف أشرح لكم سبب ذلك بعد قليل. ولكن أولا دعوني أخبركم أنني سوف أستعيد صوت القديم الأسطوري. نعم، أعلم أنكم تكرهون الصوت الذي كان يستعمله المخرج الفاشل، وأن صوت الثلاجة الأصلية هو صوت أسطوري جدا. أسطوري أكثر من صدق جون سونا وعم الزغومر وسمير الرشيكل وعدة السوندا مجتمعين. صوتي أسطوري جدا لدرجة أن الجاذبية ترفض تعريفه في المعادلة الفيزيائية. وسوف أخبركم يا بويز لماذا كانت الثلاجة غائبة لكل هذه المدة الطويلة جدا. هل تتذكرون ذاك الفيديو يا بويز؟ نعم، الفيديو الأسطوري الذي دمر عرش إمبراطورية البطس العالمية. هذا الفيديو هو فخر قناة الثلاجة، ولكن عندما نشرته حدث تصدع في نسيج الزمن والمكان، وانفتحت بوابة كونية إلى البعد التاسع. ومن هناك تمكنت الوحوش من الهروب والقدوم إلى كوكب الأرض المدعوس. يا للرعب، يا للمصيبة. ولتعرفوا ماهية هذه الوحوش فإليكم بعضا منه. الوحش الكبير مدمر الأبعاد وسأحق الكواكب، الذي يأكل الكواكبكم يأكل عم الزغومر الفريط. الوحش الثلاثي الرؤوس سأحق المجرة وهادم الأبعاد الثلاثية، الذي يحول المجرة إلى ميمز قديمة. الوحش الغضيب مدمر الأقمار الصناعية وغير الصناعية، حتى قمر الحياة ليس آمنا. الوحش الأسطوري من البعد التاسع المسيطر على الثقوب السوداء ومدمر الجاذبية، الذي يجعل حتى الجاذبية تقول أنا لست متفرغة الآن. وأخيرا المخرج، الذي نعرف لماذا موجود في البعد التاسع، ولكنه بالتأكيد فاشل. بسبب هذا الفيديو يا بويز حدث تمزق في نسيج الزمن والمكان، وكان يجب علي السفر إلى البعد التاسع. عندما وصلت وجدت هذه الوحوش قد سيطرت على بوابة البعد التاسع، وكانت تستعد لركوب الحافلة الكونية والسفر إلى قناة ثلاجة لتدميره. بالطبع لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك يا بويز، لأن قناة الثلاجة الأسطورية سوف تدمر، وسوف يتوقف تسرب الميمز من قبو عم الزغومر الذي يأكل فريط أوملة بالمسمار. يوجد حل واحد فقط يا بويز. يجب على ثلاجة أن تخوض معركة أسطورية ضد هذه الوحوش العملاقة مدمرة الكواكب وساحقة المجرات. نعم يا بويز، لقد حاربت ثلاجة هذه الوحوش في معركة تاريخية أسطورية في عام 1997. لقد كانت الوحوش كثيرة وقوية جدا، ولم تستطع ثلاجة محاربة كل هذه الوحوش وحده. كان يوجد حل واحد فقط في هذا الموقف يا بويز. لابد أن أستعمل بطاقة سمير سنكرة مالوش في الماسورة من أجل استدعاء الوحش الأسطوري الذهبي متعدد الأجنحة قهير الأعداء ومدمر الكواكب وساحق المجرة والأبعاد الكونية الرباعية المعقدة. لقد جاء الوحش من أجل مساعدة، ولكن فجأة قام الوحش المخيف العملاق مدمر المجرة والكواكب شاحن المجاهرات ومهكر وداعس حسابات الفيسبوك بمهاجمات الوحش الأسطوري الذهبي متعدد الأجنحة قهير الأعداء ومدمر الكواكب وساحق المجرة والأبعاد الكونية الرباعية المعقدة والقضاء عليه إلى الأبد. للأسف الشديد يا بويز، إن الوحش الأسطوري الذهبي متعدد الأجنحة قهير الأعداء ومدمر الكواكب وساحق المجرة والأبعاد الكونية الرباعية المعقدة الذي كنت أعتمد عليه ظهر بأنه حمار فاشل جدا أكثر من المخرج. لا بأس يا بويز، بليز خلوا الوضع ريلاكس. في هذه المواقف الصعبة يجب أن نتهور مثل الحمار المتهور، وأن نتخذ قرارات خاطئة جدا. بعد تفكير طويل جدا قررت أن أستعمل بطاقة أخرى. إنها بطاقة محارب شونيختاع الحومة. سوف أستعمل هذه البطاقة من أجل استدعاء حافلة الحومة والهروب إلى كوكب الأرض. للأسف الشديد يا بويز، هذه هي الحقيقة. لا أستطيع مواجهة كل هذه الوحوش وحدي، لابد أن أذهب إلى الحومة وأجمع فريق ثلاجة الخطير، ثم سوف أعود إلى البعد التاسع للقضاء على الوحوش الخطيرة.